السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في وصفات غزلان. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحدة الوصفة أكثر من رائعة، وأقل ما يقال عنها إنها إفيكاس. وصفة من أروع ما يكون. راح ترجع لك الرجلين تاعك كيما تاع البيبي، يعني راح تتخلصي من التشققات، راح تتخلصي من خشونة الأرجل وتتخلصي من اسوداد الأرجل. راح يرجعوا رجليك كيما تاع البيبي، يعني راح تلبسي صندال تاعك ولا صابو تاعك وتكسلي رجيلاتك وانت تزوخي وتتكسلي. هاد الوصفة أقل ما يقال عنها رائعة. جربوها البنات، ما راحش تندموا، وما فيهاش بزاف مكونات، يعني اقتصادية بالبزاف. عندنا فقط كيس تاع الغالية مع جل دوش، اي نوع جل دوش تستعمليه نتيا. وايضا اللي ما عندهاش جل دوش ممكن ديرها بلا بري شامبو. ونحتاجو هاد الحجرة اللي راح نحكو بها رجلينا للتخلص من الجلد الميت وتشققات القدمين. عندنا هاد البول البنات راح ندير فيه كيس تاع الغالية تاعي. كيما راكم تشوفوا البنات راح فيها كميه مليحه هنايا، لكن عندك انت وامك واخواتك في الدار راح تستعملوها كامل في رحبه. ديروها مره واحده وتستعملوها كامل مع بعض. البنات هنايا هذه الوصفه لواش تصلح للارجل وتصلح الخشونه اليدين ايضا. كاين اللي راح تعاني من خشونه اليدين اللي تستعمل بزاف مواد التنظيف والى اخره، راهي تعاني من خشونه اليدين. ايضا تستعمل هذه الوصفه. وايضا اللي عندها خشونه الركب ايضا راح تستعمل هذه الوصفه الاكثر من رائعه. كما شفتوني البنات، درت الكيس تاع الغاليه، ضفت عليه كميه معتبره تاع الجلدوش، يعني حتى شفت يعني الخلطه تاعي ولات كريميه، وضفت عليها ملعقه تاع ماء عادي من الحنفيه. شوفوا الكريمه اللي تحصلت عليها، شوفوا لا تكستور تاع هاد الكريمه. هاي لك البنات هنا كيفاش راح نستعملوها. تجيبي بابي سيلوفان كيما هكا، بابي اليمونتير، راح نلمو به الارجل تاعنا. واللي ما عندهاش ممكن دير غير كيس بلاستيكي، يعني مش شرط يكون هذا. المهم البنات راح نمروا لطريقه الاستعمال. البنات انا راح نابليكي لكم على يدي باش تشوفوا الطريقه، ونفس الطريقه راح تستعملوها على الارجل تاعكم. صدقوني البنات والله وصفة روعة روعة البنات، بدون حلفان. راح كي تجربوها متأكدة انكم راح ترجعوا لهنا وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش برك ديروا جيم وابوني للقناة، هكا تقدروا ترجعوا وتخليوا لي رأيكم في التعليقات ان شاء الله. شوفوا البنات نحكم هذا البانسو كيما هكا، كيما ممكن تطليها غير بيديك ما كاش كامل مشكل. كيما هنا انا طليتها كامل على يدي من الفوق ومن التحت. نتوما تحكموا الارجل تاعكم، تطليوهم من الفوق من التحت من الجوانب، يعني الارجل تاعكم كامل صبعتيكم تطليوهم كامل، وتحكموا بابي اليمونتير كيما هكا وتغطيوهم كامل بهذه الطريقه. هنا اللي عندها الخشونه في الارجل راح تخليها من ربع ساعة إلى 20 دقيقة وهي هكا. واللي عندها الخشونة في اليدين ولا في الركب راح تخليها من 5 دقائق إلى 6-7 دقائق، ما تفوتيهاش، يعني لأنه هذيك الأماكن راح تكون رهيفة وحساسة ماشي كيما الأرجل. هنا البنات بعد ما فاتت 5 دقائق رحت نغسل في يدي. شوفوا البنات يعني راكم تلقاوها مازالت منديه، وهذا هو الهدف منه، لان درنا بابي سلوفان هكا راح تبقى فيها هذيك الميديتي وما تيبسناش الخلطه تاعنا. كما قلت لكم هذا هو البيت، انها ما تيبش. لا خليتوها هكاك للهواء راح تنشف لكم، يعني مش راح تتحصلوا على النتيجه اللي راكم حابينها. هنا البنات انا عندي هذا الحجر راهو رطب يعني حنين، ما تخافوش انه يجرح لكم يديكم. لكن اذا كان عندك هذاك الحجر اللي جاي شويه خشين يعني فيه خشونه، ديروها غير رجليكم. شوفوا البنات انا راح نحكم هكا بيدي بالحجره عفوا. واللي ما عندهاش حجره حنينه كيما الحجره تاعي البنات استعملوا غير الكياسه. شوفوا البنات صدقوني غير راح يخرج لكم العجب من يديكم ومن رجليكم. شوفوا انا غير في يديا، وشوفوا الكارثه اللي راه يخرج فيها صراحه. تصدمت، انا كنت دايره في بالي باللي راح ينحي لي غير من رجليا، مي كيشت في يديا العجب. دوك تشوفوا من اليد دخلاني، تشوفوا الرطابه اللي خليها.
راح تولي يدك رطبه حنينه كيما تاع البيبي. سورتو البنات كاين عندهم مشاكل كيما هكا في التطبيقه تاع صباعتين، راح تتخلصوا منها تماما البنات. والارجل بلا ما نحكي لكم البنات، بعد 20 دقيقه تغسلي رجليك تنشفيهم مليح، من بعد تبداي تحكي. ما تحكيش على الماء باسكو مش حيعطي لك نتيجه مليحه. اغسلي يديك من بعد بداي حكي. شوفوا البنات، شوفوا الكف تاع يدي واش راه يخرج لي. صراحه انا والله غير تصدمت، باسكو كنت دايره في بالي باللي يديا ما راح يخرج لي والو، يعني ما كان والو. لكن شوفوا البنات، شوفوا الجلد الميت وبقايا الجلد الميت. كما قلت لكم في الارجل راح تخرجوا العجب. حكوا بشكل دائري وتشوفوا الكوارث اللي راح يخرجوا من رجليكم، يعني من الفوق، سواء من الفوق وسواء من التحت. واللي عندها رجليها شويه هكا سونسيبل، يعني الجهه الفوقانيه، استخدمي الكياسه كما قلت لك، نشفي من بعد حكي بالكياسه بشكل دائري وتشوفي النتيجه. اما من التحت فلازم تستعملي الحجره ولا هذيك لاباراي اللي نحيو بها بقايا الجلد الميت عفوا، وتشوفي النتيجه من اروع ما يكون. هنا لازم المرحله الاخيره واللي هي ترطيب اليدين والرجلين. وهنا هذا المرطب راني خدمته غير في الدار بالفازلين وبواحد المكون سحري اللي راح يخلي لكم رجليكم يهبلوا يا البنات. راح نخليه لكم في القناه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وعجبكم يا البنات، باسكو هذا هو الوقت تاعو بعد الصيف والبلايغ تاع البلاستيك ولي صندال. اكيد الارجل يكونوا في حاله كارثيه، وراهو جاي الدخول المدرسي، يعني ادخلي برجيلاتك نقيقين. الله الله، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحتكم. تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش دعم القناه بجيم وابوني، وسلام.